تجهيزات رمضان 2024. ازاي بأقل من 100 جنيه تملي بيتك خير وبركة؟ يلا بينا، مفيش وقت يا بنات، يلا بسرعة ابتدي معايا واعرفي ازاي توفري فلوسك، احسبيها صح. انا دعاء ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. يلا بسرعة تعالي نشوف جبنا ايه واحدة واحدة كده وبالأسعار كمان والمكان اللي أنا جبت منه بالظبط. أول حاجة معايا يا بنات الكوسة اهي يا بنات، بصوا الجمال. طبعا بأواني الكوسة ومالية السوق تحت وبجد حلوة جدا. بصي الكوسة من الأكلات الحلوة جدا اللي تعمليها كوسة بالبشاميل، تعمليها كوسة كده عادي بالصلصة، وممكن كمان تعملي كوسة باللحمة المفرومة. بجد بتبقى روعة لأن تعتبر اقتصادية لما انت بس تحط لها معلقتين 3 من اللحمة المفرومة على حلة الكوسة كلها، فبترمي معاكي كتير. الأكلات اللي بتتعمل باللحمة المفرومة بتوفر معانا كتير. اول حاجه جبناها معانا للتجهيزات، وكمان هنزل لك فيديو للتفريزات كل الخضار بتاعي. اول حاجه هي الكوسه، جبت كيلو من الكوسه ب 15 جنيه اهو يا بنات، جميل جدا. يعني لما تبتدي مثلا تجيبي من كل حاجه كيلو ومن كل حاجه نص كيلو، اسعارها دلوقتي حلوه. ما تضمنيش بكره هيحصل ايه. على دخول رمضان قبليها باسبوع كده او بكام يوم في الاسعار بترفع تاني، فابتدي على قد ما تقدري. لو معاكي اقل من 100 جنيه او 100 جنيه هتملي بيتك بجد الخير والبركه. هيجي عليكي شهر رمضان بيتك مش ناقصه حاجه خالص. يبقى اول حاجه كيلو الكوسه بتاعي، وهبتدي ان انا افرزه وهقسمه على 2. زي ما قلت لك هنزل لك فيديو بكل التفريزات بتاعتنا. اول حاجه كده كيلو من الكوسه ب 15 جنيه. هنروح للحاجه اللي بعد كده. جبت ايه برضو خضار. ايه هي الخضار او نوع الخضار؟ الفاصوليا. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. الفاصوليا الخضراء برضو من الحاجات بصي الجميله، وبعملها بطريقه حلوه قوي قوي على القناه. بجد لو ما شفتيهاش يبقى فاتك كتير، بتطلع رهيبه وطعمها لذيذ جدا. الفاصوليا الخضراء دلوقتي برضو يا بنات ماليه السوق وب20 جنيه. تقدري تجيبي نص كيلو، تقدري تجيبي كيلو، تقدري تجيبي على قد الميزانيه بتاعتك. يعني ولو يكن ممكن تجيبي نص كوسه، نص فاصوليا، اي حاجه انصاص عندك وتبتدي ان انت تفرزيها. زي ما قلت لك هيجي عليكي رمضان بيتك مليان بالخير والبركه. جبت كيلو من الفاصوليا ب20 جنيه. بقسمه التقسيمات، بقسم كيلو الفاصوليا على 2 أو 3. بما اننا في رمضان ما بتبقيش اكيله قوي، فبتعملي على قد وجبه الفطار بس، لانك بتعملي رز، بتعملي شوربه، والواحد بيبقى صايم، فعشان ما نهدرش في الاكل كيلو الفاصوليا ب20 جنيه. ويلا بينا نروح على الحاجة اللي بعد كده بقى الحلوة دي. لازم نوسع لها مكان كده للطماطم المجنونة. هي فعلا مجنونة لان هي كل يوم بحال وكل يوم بسعر غير التاني. الطماطم دلوقتي يا بنات حلوة جدا، اللي هي صلبة نفسها كده الحلوة دي ب7 جنيه ونص. في تحت يا بنات ب6 ونص، وفي كمان ب5. بس اللي ب6 ونص يعني عايزه تجيبيها ان انت تصلصليها في نفس اليوم، فاهماني؟ انا ممكن اعمل الحاجات دي بكره او بعده، يعني الحمد لله، لان بجد الحاجات بتبقى متعبه لما انت تفضلي تعملي كذا حاجه. الطماطم بتاعتي دي ب7 جنيه ونص. جبت 4 كيلو من الطماطم ب30 جنيه. اساسي في رمضان، تقدري تستغني عنها؟ ما تقدريش. يبقى 4 كيلو من الطماطم ب30 جنيه. يلا بينا نروح نشوف على الحاجة التانية، سعرها حلو جدا وعجبني قوي بجد، يعني تجيبي منها وتفرزي براحتك خالص. هو الجزر اهو يا بنات. بص الجزر تحسي ان ريحته كده جميله، لونه الكاميرا بجد ظلماه. حلو قوي الجزر بتاعنا، وكمان على سعره يبقى مفيش كلام. ده انت لو معاكي 5 جنيه هتبتدي ان انت تفرزي لك كيلو من الجزر، يا بلاش. يبقى جبت بقى الجزر ده الكيلو ب5 جنيه، جبت 2 كيلو من الجزر ب10 جنيه. حلو جدا. هبتدي ان انا اقطع جزر مكعبات يتفرز مثلا للبسله، لشوربه الخضار، للسلطه. وهعمل جزر كمان مبشور يتشال علشان الرز البسمتي ولا ايه، او الرز الاصفر، يعني زي ما تحب. 2 كيلو من الجزر ب10 جنيه. جبنا ايه كمان؟ جبت البصل. ما تروحيش بقى على البصل الغالي وتقولي البصل غالي، لا لا لا. على ايه؟
انا جبت البصل بقى، ما همنيش المره دي كبير ولا صغير، علشان انا هبتدي ان انا اعمله في الكبه وهفرزه. جبت قد ايه من البصل؟ انا جبت كيلو واحد بس، لانك زي ما انتي شايفه الكميه اللهم بارك لما انتي تعملي مثلا كل ده في يوم او يومين بجد بتبقى متعبه. كل يوم هاتي حاجه، كل يوم فرزي حاجه، هيجي عليكي شهر الخير كله خير وبركه. لو لسه مكمله معايا لحد دلوقتي ما تنسنيش في اللايك، ولو مش مشتركه يسعدني ويشرفني تنوري الدنيا كلها كومنت حلو كده منك يا قمر، وقولي لي اسعار الخضار عندك ايه. في اخر الفيديو هقول لك جايبه الاسعار وجايبه الخضار ده كله منين عشان تروحي تجيبي، عشان تبقي زي ما بيقولوا كده ميزانية بيتك لعبتك. يعني معاكي 5 10 20 تقدري ان انتي تظبطي الميزانية بتاعتك وكمان توفري. خلي عندك طاقة ايجابية وان شاء الله رمضان بيجي بخيره، صح ولا ايه؟ مش انتي بيجيلك مثلا رمضان تحسي ان الخير كله جايلك من كل ناحية ما تعرفيش جه ازاي؟ امال هما بيسموه شهر الخير ليه؟ شهر خير وبركة، والاكل تحسي ان هو بيبقى فيه بركة وبيزيد وايامه جميلة. كل سنة وانتوا طيبين. يبقى البصل ب 15 جنيه، انا جبت كيلو واحد بس من البصل، فاهماني؟ يعني تقدري تجيبي اللي انتي محتاجاه واللي انتي عايزاه. جبت ايه كمان؟ الفلفل الرومي اهو يا بنات، انا كان معايا 100 جنيه فحاولت على قد ما اقدر ان انا اقسمها، وكمان ان انا اجمعها كده وانا تحت احسبها، وحاولت ان انا يبقى اقل كمان من 100 جنيه علشان ما اخربش الميزانيه. الفلفل الرومي ده يا بنات ب 16 جنيه، جبت ربع كيلو ب 4 جنيه. برضو تفرزيه، يا اما تفرزيه سليم كده تغسليه وتصفيه وتحطيه في اكياس، يا اما تقطعيه وتشيلي منه الميه، يعني بصي ما يبقاش فيه ميه خالص وتفرزيه، برضو بيبقى حلو بيوفر عليكي كتير. تقدري تضعفي بيه اللحمه المفرومه، تقدري تضعفي بيه كمان الشاورما، تعمليها على السلطه. يعني حلو جدا الفلفل لما يبقى عندك وتبتدي ان انت تفرزيه عندك في الفريزر، تقدري تجيبي الكميه اللي تناسبك. يعني انا جبت ربع كيلو ب4 جنيه اهو كده يا بنات. بجد خضارنا كله خير وبركة. الكوسة دي كمان ممكن تجيبيها تعمليها محشي، يعني عايزة توفري وتدبري والله هتوفري وتدبري. الست الشاطرة تقول بيتي مليان خير وبركة وهعرف اجيب بأحسن الأسعار. الأسعار دي انا جبت الخضار ده بكام وجبته منين؟ انا جبت كمية الخضار بتاعتي دي ب94 جنيه، حلوة منجزة. الطماطم هتتفرز في كذا كيس، الفاصوليا، الكوسة، الجزر، البطاطس، البصل ولا ايه اصل انا برضو جايبه حاجات تاني وهنزلك بيها فيديو قريب قوي لتجهيزات وتفريزات. بجد الفيديوهات اللي جايه زي ما بيقولوا كده ضرب نار. جبت منين بقى المشتريات دي؟ من سوق السيدة عيشة. زي ما بقولك السوق ده وهم يا بنات، بجد كل حاجة هتفرق معاكي كتير. بدل ما تجيبي من جنبك بالاسعار غالية شوية، هناك هتوفري في كل حاجة، فهتعرفي تظبطي الميزانية بتاعتك بأقل من 100 جنيه تجهيزات رمضان 2024. يلا بسرعة مفيش وقت، يلا بسرعة هاتي فلوس وانزلي بسرعة جيبي احلى الخضار واحلى التفريزات. لو عجبك الفيديو وعجبتك القناة ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي، واسيبكم في حفظ الله. باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها.